نحن هنا في فضفضة ما بعد منتصف الليل. أهلا بيكم في حلقة جديدة من عيشها ببساطة. في الحقيقة حلقة النهاردة مهمة جدا ومحتاجة شوية تركيز زيادة. ليه يا ترى؟ عشان النهاردة احنا بنتكلم على النجاح. مين فينا ما نفسوش ينجح؟ أعتقد كلنا بلا استثناء نفسنا ننجح. نفسك تقبض 50,000 دولار في الشهر؟ طب نفسك تحقق حلم السنين وتفتح يور اون بزنس ويبقى تحت ايدك تيم كبير؟ طب نفسك تلف العالم كله؟ نفسك تنجح في شغلك وتترقى وتوصل لمكان اكبر وتاخد فلوس اكتر في وقت قصير؟ يبقى تروح تجيب ورقة وقلم وتيجي تكتب ورايا عشان هقولك ازاي تنجح في 5 خطوات بس. شربتها يا كروديا؟ لا بس دخلت عليكم، صدقتوها؟ بصراحة يا جماعة مش قادرة اصدق ان لحد دلوقتي لسه في ناس بتصدق الفيديوهات دي. معقول ممكن حد يقولي ازاي انجح في 5 خطوات او اقبض 50,000 دولار في الشهر؟ طب ما كان القرد نفع نفسه يعني. ولا كلكم واللي يقولك انت ممكن من بكرة تفتح يور اون بزنس بجد؟ طب وانت ما فتحتوش ليه يا باشا؟ يا جماعة بالله عليكم بلاش تهجيس ونكبر المواضيع ونعرضها، علشان حقيقي احنا على الله حكايتنا وانتوا على الله حكايتكم. عشان الحقيقة لما نقدرش ننكرها ان النجاح عمر ما كان ليه خطة ثابتة او خلطة سرية اقولك عليها فانت كده تنجح وتبقى تمام في الامان. هيطلع حد فلحوص ويقول لي لا ازاي يعني؟ العلم سلاح ينجح اي انسان في الدنيا. هقول لك لا غلط طبعا، عشان ممكن اديك مليون مثال لمليون واحد وصلوا لقمة النجاح وهم اساسا جهلة. حد تاني يقول لك رأس المال، ان انا اكون غني ابا عن جد واورث بقى ايه مصانع وشركات وعقارات، بكده دي خطة مضمونة جدا للنجاح. هرجع واقول لك لا برضه، عشان ممكن اديلك امثلة كتير جدا لناس بدأت من تحت الصفر ووصلوا لنجاحات كبيرة قوي. عشان كده بقى النجاح ملهوش تبس او تريكس او ستيبس اقولك عليها وطريق معين تمشيه ففي الاخر توصل وتبقى ناجح، عشان كل واحد فينا ليه ظروفه المختلفة عن التاني في كل حاجة، وده عمره ما هيمشي مع ده. عندنا مثلا امثله زي مجدي يعقوب، محمد صلاح، احمد زويل، عمر الشريف، عثمان احمد عثمان. كل دي امثله لناس مش بس ناجحه، لا دول وصلوا للعالميه وعمر ما كان ظروف حد فيهم شبه التاني ولا حتى المجال اللي هو فيه شبه التاني، وكلهم من الواقع المصري الاصيل اللي احنا عايشين فيه. والحقيقه ان احنا لو فضلنا نقول امثله لناس ناجحه من هنا لبكره مش هنخلص، عشان بلدنا على الرغم ان هي طول عمرها فيها ظروف اجتماعية واقتصادية ونفسية صعبة جدا، إلا إنها عمرها ما بطلت تجيب عظماء وناس بجد ناجحين. بس الحقيقة إن ده مش موضوعنا. اللي عايزة أقوله على رغم اختلاف الحواديت دي والظروف اللي ملهاش أي علاقة بالتانية، حتى مجال النجاح أو حتى التوقيت اللي نجح فيه كل واحد فيهم كان مختلف تماما عن التاني، إلا إن في عوامل رئيسية مشتركة ما بين كل الناجحين دول. زي إيه؟ زي الجدية والالتزام، الاعتراف بالأخطاء، تطوير المهارات وإن الإنسان يفضل طول الوقت بيشتغل على نفسه عشان يكون أحسن، التواضع، عدم التكبر على معرفة كل ما هو جديد. صفات ومهارات كتير من دي لازم تبقى موجودة عند أي إنسان عشان يقدر بجد يكون ناجح. عندي معلومة إسرائيلية حابة إن أنا أشاركها معاكم، هي إن كلنا بلا استثناء بنوري الصورة اللي في الآخر دي اللي مليانة نجاح وفرحة، محدش بيشوف اللي ورا الكواليس. قد إيه الإنسان مر بمراحل من اليأس والفشل والإحباط ويقع ويقوم ويكمل ويصبر لحد ما يوصل للصورة الجميلة اللي كلها فرحة وسعادة ونجاح دي. وعشان كده النجاح اللي أنا جاي أعمل عليه سبوت لايت النهاردة مش النجاحات الباهرة زي الشهرة والنجومية أو إن أنت يبقى معاك فلوس كتير ومليونير. أنا بتكلم على أبسط وأهم أنواع النجاح، إنك تصحى كل يوم الصبح وتروح شغلك اللي يدوبك مكفي مصاريفك عشان تطور من نفسك وتبقى إنسان أحسن، ده نجاح. إنك تصحى كل يوم الصبح وتروح جامعتك اللي في مكان بعيد ولا محافظة تانية ولا حتى بلد تانية وتعمل في assignment وبروجكت وتطور من نفسك وتذاكر علشان تعدي المرحلة دي من حياتك، ده نجاح. انك تصحي كل يوم الصبح وتاخدي بالك من بيتك ومن ولادك وتطلعي ولاد صالحين في مجتمع فاسد، ده نجاح. انك تصحى كل يوم الصبح اصلا وتواجه الحياة دي بكل ما فيها من ضغوطات وصعوبات وتحديات، ده في حد ذاته نجاح. انك تخش تنام وانت مستور وراضي، ده في حد ذاته قمة النجاح. للأسف ناس كتير اختزلت النجاح في حاجات هشة وملهاش أي قيمة. ناس كتير مننا مستورة وربنا كرمها بس هما مش راضيين، وده في حد ذاته قمة الفشل. ارضى وكمل، ولو ده كل نصيبك من الدنيا فهو ده قمة النجاح. ما تصدقوش السوشيال ميديا بكل ما فيها من نجاحات كدابة سواء إذا كانت في الشغل أو في العلاقات، عشان الحياة أثبتت لنا إن كل ده كذب في كذب، مجرد تمثيل بس في الحقيقة بدل ما هو في الأفلام والمسلسلات، وده للأسف أوحش وأرخص بكتير. وإنت غالي واللي بتعمله ده ليه قيمة كبيرة جدا، فاستمر عشان إنت بجد ناجح.
وبكده نكون خلصنا فضفضة النهاردة. هستنى رأيكم في الكومنتات واي مواضيع تانية حابين نتكلم فيها في الحلقات التانية. اهم حاجة ما تنسوش تعملوا لايك للبيج على الفيسبوك، سبسكرايب للشانل على اليوتيوب، فولو على انستجرام، تيك توك. خليكم فاكرين ان كلنا محتاجين نعيشها ببساطة.